الخيانة مش بس فعل، الخيانة صدمة بتهد الأمان من جذوره، بتهد الثقة في الشخص. أنا روضة الشقيري، مستشارة في العلاقات ولايف كوتش، ودي سلسلة فترضى هنتكلم فيها عن كل التحديات النفسية اللي بتقابلنا وإزاي نتغلب عليها، وإزاي آيات القرآن يكون فيها الحل لكل الحاجات اللي بتقابلنا، وإزاي كمان كل المدارس العلاجية الحديثة بتطبق آيات القرآن. كتير حالات بتجيلي في السيشنز وفي الجلسات عشان تتعالج من الموضوع ده. اهم نقطة في العلاج انها تتقبل اللي حصل، تتقبل ظروفها مهما كانت، فلما تتقبل بتبدأ تهدى، تعرف تفكر احسن. لان ببساطة الحزن بيمر ب5 مراحل: الانكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، واخر حاجة التقبل. لما بنوصل للتقبل الحزن جوانا بيهدى كتير وبتبدأ تفكر في نفسك. فبرغم ان تكون محنة صعبة جدا على البني ادم، الا انها بتكون منحة من رب العالمين، لان في حاجة جواك بتتغير. ربنا عارف ان في حاجة جواك محتاجة تتغير، فمجرد ما تحصل لك المحنة دي بيبدأ حاجة جواك تتغير. والحقيقة لما بتبص لنفسك بعد وقت، بعد التعافي يعني، بتلاقي نفسك أحسن وبتمتن لربنا على اللي حصل لك. برغم صعوبة الأزمة والموقف، إلا إنك بتمتن لربنا لأنك بقيت شخص أقوى وأنضج. وأهم حاجة إنك ترجع لربنا، ترجع للسورس، ترجع لربنا، لأن هو مصدر الأمان، هو اللي هيديك الأمان وهيجبر خاطرك بعد كسرة القلب دي. خليك دايما واثق، ولسوف يعطيك ربك فترضى.